أنا رنا، قاعدة لوحدي في البيت، وفجأة جرس الباب رن. لقيت عامل ديليفري ماسك بوكس هدايا شيك جدا، وعليه كارت مكتوب فيه لأجمل رنا في الدنيا، هدية بسيطة من معجب مجهول. كنت فاكرة إنها مفاجأة من خطيبي اللي مسافر. دخلت البوكس وفتحته، لقيت جواها علبة برفيوم غالية جدا، وساعة ماركة، وجهاز تبخير صغير للجو. ريحته كانت نفاذة جدا أول ما شغلته. بعد 10 دقايق بدأت أحس بدوخة غريبة، ورؤيتي بدأت تغشلق، وجسمي كله نمل. حاولت أتصل بخطيبي بس لقيت الشبكة مقطوعة تماما في الشقة، وكأن في جهاز تشويش شغال. بصيت لجهاز التبخير اللي شغال، ولمحت عدسة كاميرا صغيرة جدا مستخبية وسط بخار المية. والريحة اللي طالعة ما كانتش بخور، دي كانت مادة مخدرة بتترش في الجو عشان تفقدني الوعي بالتدريج. زقيت جهاز التبخير كسرته، وفتحت الشباك عشان أشم هوا، ولقيت عامل الدليفري لسه واقف تحت العمارة وبيبص على شباكي، وهو ماسك جهاز لوحي بيعرض بث مباشر من الكاميرا اللي في جهازي. اكتشفت إن ده ما كانش معجب، ده كان سفاح متخصص في مراقبة البنات الوحيدين، بيبعت لهم هدايا مفخخة بكاميرات ومواد مخدرة عشان يدخل الشقة وهم فاقدين الوعي ويسرقهم ويخلص عليهم. الرعب حصرني لما سمعت صوت تكة مفتاح في باب شقتي. المجرم ده كان معاه نسخة من المفتاح، عملها لما شافني مرة وأنا بصوره في محل مفاتيح بالصدفة. دخل الشقة وهو لابس قناع، وضحكته كانت مرعبة، وقرب مني وهو بيقول: الهدية عجبتك يا رنا؟ ده الوقت عشان تشوفي باقي المفاجأة. كنت شبه مشلولة، بس قدرت أسحب إزازة البرفيوم اللي كانت في الهدية وأرشها في عينه بكل قوتي. استغليت لحظة عماه وجريت على المطبخ، ومسكت سكينة وصرخت بأعلى صوتي. الجيران سمعوني وبدأوا يخبطوا، وهو حاول يهرب من المنور، بس البوليس كان أسرع وقبض عليه في مدخل العمارة. اتضح إنه كان هربان من المصحة النفسية وعامل جرايم كتير بنفس الطريقة. رميت كل الهدايا وبعت الشقة دي، وعرفت إن الكرم المفاجئ من مجهول هو الطعم اللي بيستخدمه الصياد عشان ينهي حياة فريسته في هدوء. دي كانت حدوتة النهاردة في قناة حدوتة. أشوفكم في حدوتة جديدة، وسلام.